السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور، مرحبا فيك في هذا البودكاست. أولى الحلقات بإذن الله، وستتبعها إن شاء الله حلقات أخرى. اخترنا أن تكون في تفسير القرآن الكريم. نحاول أن نستلهم المعاني من القرآن الكريم لتسمو نفوسنا بهذه المعاني ونجدد بها إيماننا. ومن الصور العظيمة التي تلامس واقع اليوم هي سورة والسماء ذات البروج. لنبدأ حديثنا، ما هو المحور الذي تحدثت عنه هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا القرآن الكريم هو حياة القلوب، وبه تسمو الأرواح عند بارئها وتتعلق بربها عز وجل. ومن أعظم ما نتدارسه ونجلس من أجله ونعمق الإيمان في نفوسنا هو تدبر كتاب الله عز وجل. وهناك علم من علوم التفسير وهو علم التفسير الموضوعي. هذا العلم يعتبر من أجل علوم التفسير في الوقت المعاصر، حيث أنه يتناول الموضوعات التي تناولتها السورة القرآنية. ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال هذه السورة العظيمة، سورة البروج، التي برز فيها صراع ما بين الحق والباطل، وهي تتجلى فيها عدة موضوعات، لكن لربما الموضوع الأبرز هو عاقبة الطغاة وعاقبة من يصد الناس عن دين الله عز وجل. فهي بدأت أولا بحادثة أصحاب الأخدود، ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن فرعون وجنوده وثمود، وختمت السورة بعد ذلك بالحديث عن أن هذا القرآن محفوظ وأن هذا الدين محفوظ، سواء كانت جولة الصراع للمؤمنين للمصلحين، أو سواء كانت جولة الصراع في الدنيا حقيقة إن بدا للناظر وللمتابع أنها للكفر وأهله أو لمن يصد الناس عن دين الله عز وجل، إلا أن في الحقيقة الصراع لا ينتهي في الحياة الدنيا، الصراع يتجاوز الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. هذه السورة الناظر فيها والمتأمل يجد أنها تتناول موضوعات كثيرة، لكن لربما أبرز موضوع يمكن أن نلمحه من هذه السورة هي جولات الصراع بين الحق والباطل، جولات الصراع بين الحق والباطل، ومآل هذا الصراع بين الحق والباطل في الدنيا، والمآل الآكد والمآل الأخير والمآل الفاصل في الحياة الآخرة. لذلك يمكن أن نحدد موضوعا لهذه السورة، نقول أن هذه السورة وإن بدأ الحديث في بدايتها عن ما حدث لأهل الإيمان من جريمة بشعة على يد أصحاب الأخدود، إلا أن هذه السورة تجلي عن معنى أصيل، وهو أن من يصد الناس عن دين الله عز وجل فله عذاب جهنم وله عذاب الحريق، كما بينت الآية بعد ذلك. وختمت بالحديث أن هذا القرآن وما حمل هذا القرآن من معان فهو محفوظ، وأن دين الله عز وجل محفوظ، وأن على حملة هذا الدين وحملة الرسالات والعمل من أجل تبليغ الدين، وليس بيدهم هم النتائج، وإنما المراد هو أن يحملوا هذه الرسالة ويحملوا معاني هذا كما أنزل على الأنبياء والمرسلين، وكما نقله هؤلاء الأنبياء والمرسلون إلى الناس، فلا يبدل فيه ولا يغير فيه، يعطوا هذه الشريعة الإسلامية كاملة بلا نقص ولا تحريف، وإلا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من خطأ فادح، حينما حرفوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا التنزيل الإلهي عن موضعه. نعم دكتور، طبعا بينتم
أن موضوع هذه السورة هو عاقبة هؤلاء الطغاة العتاة الذين يصدون عن دين الله. فهل يمكن أن توضحوا وتجلوا لنا هذه العاقبة التي ذكرت في هذه السورة لهؤلاء الطغاة؟ سبحان الله. لما الإنسان يعني يتمعن قليلا في هذه الصورة وفي عاقبة من يصد الناس عن دين الله عز وجل، فقد أبرزت هذه الصورة هذا الجانب بوضوح. وسنبدأ بأول جانب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تقول العرب: فتنوا من الفتن وهو الإحراق، فهؤلاء ارتكبوا جريمة بشعة، أحرقوا المؤمنين من الرجال والنساء، فهي جريمة نكرة بشعة. صور لنا القرآن ذلك في أقصى التصوير البياني، وبين الوسيلة البشعة المؤذية وهي الإحراق. إن الذين فتنوا أحرقوا المؤمنين والمؤمنات. وسبحان الله، يعني العجيب في هذه الآية أنه ذكر التوبة قبل أن يذكر مصير ومآل من صد الناس عن دين الله عز وجل. وهذا فيه لفتة وفيه معنى لربما يغفل عنه المسلم حينما يقرأ هكذا قراءة ليس فيها تدبر. كيف يقدم الله عز وجل التوبة على مآل ومصير أولئك الذين أحرقوا المؤمنين الموحدين الذين ليس لهم جريرة إلا أنهم قالوا ربنا الله، إلا أنهم وحدوا الله عز وجل، إلا أنهم لم يرتضوا الشرك بالله تعالى. ومع ذلك عرض المولى جلت قدرته عليهم التوبة، أن يتوبوا. وهذا فيه رسالة أنك يا عبد الله لا تيأس من عفو الله ومغفرته مهما بدر منك من الذنوب والتقصير ومجانبة حياض الله عز وجل، فإن الله عز وجل ستير وسبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده عز وجل. فقدم التوبة على العذاب والعقاب، فهذه إشارة ودلالة على أن العبد لا ييأس ويتقرب إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بأن يعفو عنه ويتجاوز عن تقصيره، والله عز وجل واسع المغفرة، يقبل على عبده ولو تلوث ببراثين ولو تلوث بقاذورات المعاصي والذنوب، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب متى ما أقبل هذا العبد وعزم من قلبه على أن لا يعود. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالله عز وجل جعل لهؤلاء عقابان: العقاب الأول عذاب جهنم، والعقاب الثاني عذاب الحريق. لكن لسائل يقول: لماذا يعذب هؤلاء الكفار بعذابين؟ يعذب هؤلاء الكفار بعذابين: أولا الكافر لأنه كفر بالله تعالى فإنه يعذب بعذاب جهنم، ولكن إن كان لم يكتفي بكفره بل هو كافر ويصد الناس عن دين الله عز وجل فإن الله يضاعف له العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالله عز وجل يزيدهم عذابا فوق العذاب بسبب كفرهم وبسبب صدهم الناس عن دين الله عز وجل. فالكافر إذا كان كافرا فقط ولم يصد الناس عن دين الله فيعذب بعذاب جهنم، لكن إن كان كافرا ويصد الناس عن دين الله فيعذب بعذاب جهنم ويعذب بعذاب الحريق، عذاب جهنم والعياذ بالله. لك أن تتخيل كل السياقات القرآنية التي جاء فيها ذكر العذاب، ذكر عذاب جهنم، كلها يتناولها هؤلاء ويعذبون بها يوم القيامة، من العقارب والحيات والزمهرير
وتصلى وجوههم وأبدانهم بالنار ويشربون الماء الذي يقطع أمعاءهم. كل العذاب الذي ورد في القرآن الكريم هو عذاب جهنم، ثم يضاف إليهم عذاب الحريق، ثم يضاف إليهم بعد ذلك عذاب الحريق. هذا العذاب يضاعف لمن؟ لمن صد عن دين الله عز وجل، كفر وصد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونرجع إلى السؤال، وهو لماذا يعذب هؤلاء بعذابين أليمين؟ لأنهم كفروا وصدوا عن دين الله عز وجل. طيب، جزاكم الله خير دكتور على هذا التوضيح والبيان. في حديثك الأخير عن تعذيب هؤلاء الطغاة لهؤلاء المؤمنين فقط لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فلماذا عمدوا إلى هذا الإجرام الشنيع تجاه هؤلاء المؤمنين الموحدين؟ لم تكن جريرتهم إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من خلال الصورة كشفت لنا طبعا الصورة لماذا عمد هؤلاء المكذبين بتعذيب المؤمنين الموحدين الذين لم يكن لهم جريمة في واقع الحياة، لم يجرموا، لم يسفكوا دما، لم يعتدوا على عرض، لم يفعلوا شيئا يستحق أن ينالوا به هذا العذاب الذي عمد إليه هؤلاء المستبدون بهذه البشاعة، بإحراق، بعمل أخدود، ثم وضعوا في هذا الأخدود الرجال والنساء والأطفال وأحرقوهم. كانوا يستمتعون. الله سبحانه وتعالى يقول في ثنايا هذه الصورة ويصور لنا استمتاع هؤلاء الطغاة بتعذيب المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. أصحاب الأخدود قاعدين يتفرجون على هؤلاء المؤمنين الموحدين، قتلوا كما يقول ابن عباس، أي لعن أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وجعلوا فيه أهل الإيمان وأحرقوهم بالنار. فكانوا حينما يحرقون أهل الإيمان وأهل التوحيد يتلذذون، يستمتعون كما يستمتع من يقوم بشوي اللحم، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أي الجرائم التي اليوم نشهدها لإخواننا المستضعفين، تجد أن أهل الإجرام في الأرض يتلذذون ويستمتعون بموت المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يستمتعون بإهانتهم وإذلالهم لدرجة أنهم يتساقطون جوعا، وهؤلاء يتفرجون ويستمتعون بهذا الأمر. لم تكن لهم جريرة، لكنه الطغيان. الطاغية يريد أن يستعبد الناس وأن يكونوا تحت قدميه عبيدا أذلاء، وأن يكون سيدا عليهم، وأن يتوجه الناس إليه بالذلة، والذلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لو ذل لهم المخلوق وتابعهم وماشاهم في إجرامهم، في عقيدتهم، في سلوكهم المشين، لرضوا عنه، ولو كان هذا أفسد الفاسدين، ولو كان هذا ممن ينتهك الأعراض ويسلب الأموال، لرضي عنه المستبد ولرضي عنه الظالم. لماذا؟ لأنه ذل له وخنع له وخضع له وجعله عبدا تحت قدميه. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد لا يرضون إلا أن يكون الله تعالى هو من تذل له الرقاب ومن تتوجه إليه القلوب، لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، فوحدوا الله عز وجل وقالوا لا معبود بحق إلا الله تعالى، ونبذوا عن قلوبهم كل صور التي فيها ذلة للمخلوق، وصرفوا الذلة والخوف والرهبة لله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: وما نقموا منهم
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو سبب تعذيب هؤلاء الطغاة المجرمين لأهل الإيمان، سبب تعذيبهم له وإذلالهم وعدم فتح المجال لهم لدعوة الناس إلى الله عز وجل والتضييق عليهم، لأن بعض الأحيان يعمد المستبد إلى أنه يضيق الخناق على أهل الخير وعلى أهل الإصلاح ويكبت الأفواه ويصادر الحريات، فهذا كله نوع من الظلم ونوع من الإذلال الذي لا يرتضيها الحر ولا يرتضيها المؤمن الموحد، لأن المؤمن الموحد لا يعيش كالبهيمة يلبي رغبات الجسد، ولكن أناطه الله سبحانه وتعالى بخلافة في الأرض، وأناطه الله عز وجل برسالة يقدمها للناس، وهي رسالة الدين والشريعة بما وجهه المولى عز وجل بأن يدعو غيره بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن. ورغم ذلك لا يريد أهل الظلم في الأرض، لا يريدون لأهل الخير وأهل الإصلاح أن ينشروا الخير بين الناس، فما نقموا منهم إلا الإيمان، ما نقموا منهم إلا التوحيد، ما نقموا منهم إلا الإيمان، وما نقموا منهم إلا التوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك لو بدر من أهل الخير كل معاني الشرف والصدق والأمانة، فإن أهل الاستبداد لا يرون لذلك معنى ويجعلوا ذلك وراء ظهورهم. لماذا؟ لأنهم لم يخنعوا ولم يذلوا لهم ولم يطاوعوهم في شركهم وفي كفرهم، وأنهم ثابتون على عقيدتهم وعلى إيمانهم، لذلك نقموا منهم هذا الإيمان وفعلوا بهم هذه الفعلة الشنيعة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في خضم هذه الأحداث والوقائع، ما هي الرسالة التي ختمتها هذه السورة التي ممكن أن نستلهم منها الفوائد والوقائع التي نطبقها في هذه الحياة كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، ختمت السورة العظيمة بتوجيه إلى الدعاء إلى الله عز وجل، وهو أن الدعاة إلى الله عز وجل موقعهم في هذا الصراع ما بين الحق والباطل ليس موقوع قياس وانتظار النتائج، وإنما المطلوب منهم هو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أن يبلغوا دعوة الله عز وجل كما أنزلت وكما أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون واقعا في هذه الحياة، وليسوا مربوطين بالنتائج. لذلك السورة عرضت أن جولة الصراع بين أهل الإيمان والطغاة الذين أحرقوا أهل الإيمان في قصة أصحاب الأخدود، أن الجولة كانت لأهل الباطل في الدنيا، لأننا نحن معاشر المسلمين لا نقيس النتائج بالحياة الدنيا، وإنما النتائج مرهونة بالحياة الآخرة، لأننا امتداد للدنيا والآخرة، وإنما الآخرة هي نقطة الانطلاق، وإنما الدنيا هي نقطة الانطلاق، والنهاية هي في الآخرة. ولذلك النتائج إنما تحسب وتقاس بالآخرة، فهذا هو معيار المقياس الحقيقي الذي ينبغي أن يقيس به أهل الإيمان صراعهم مع أهل الباطل. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى ما حدث لأصحاب الأخدود، رغم أنهم أحرقوا بالنار في الدنيا، وصفه بأنه فوز كبير، وصفه بأنه فوز كبير. كيف فوز كبير وهم أحرقوا ولم ينالوا ما ارتضاه الله عز وجل من الإيمان ورأوه واقعا في حياتهم، وأحرقوا قبل أن يكملوا ما استخلفهم الله سبحانه وتعالى فيه من إرادة الخير وإرادة الشريعة وإرادة التمكين لهذا الدين وعزة الإسلام ونصرة المؤمنين. فكيف يكون فوز لأنهم ثبتوا، لأن المعركة لم تنتهي أول، بل هي مرتبطة بالآخرة، ولذلك ثباتهم هذا فوز على مبادئهم وعلى عقيدتهم وعلى إيمانهم وعلى توحيدهم، فهذا فوز بحد ذاته، ولو تفنن هؤلاء الطغاة وعذبوا أهل الإيمان بكل أنواع العذاب، لأن ثباتهم هذا سينجيهم يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا هو كبير؟ ثبتوا
فنجاهم الله يوم القيامة وأدخلهم الجنة، ثم سينالون في الجنة المنازل العالية، فهذا فوز. ثم سيلاقيهم الله عز وجل برضوانه، ورضوان من الله أكبر، وهذا فوز، فهو فوز كبير. وقيل فوز كبير أنه ضيق عليهم الخناق في الدنيا، فلم يسمح لهم هؤلاء المفسدون بالإيمان والتوحيد ونشر هذا الإيمان وهذا التوحيد، وضيق عليهم الخناق وحال الطغاة بينهم وبين الناس، فكان العاقبة أنه سيوسع الله عز وجل لهم في الجنة، سيوسع الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة كل أنواع الخير، بعد أن كان الضيق لهم في الدنيا. وأيضا السورة ذكرت نماذج أخرى لتبين أنه ليس الأمر كما يتصور من في قلبه ضعف وفي قلبه خور وانهزامية، أن الجولة دائما تكون لأهل الباطل. فهؤلاء ثمود أهل الإيمان انتصروا عليهم، وهذا فرعون الطاغية كانت الجولة هنا لأهل الإيمان، ليبين الله عز وجل الرسالة التي تسأل عنها ويؤكدها من خلال هذه الصورة، أن الرسالة هي أنكم يا معاشر من تدعون إلى الله عز وجل ليس عليكم النتائج، أنتم عليكم البذل والبلاغ والبيان، وأما النتائج فهي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنا أرى أن أكبر عائق ليس الظروف التي تحيط بمن يدعو إلى الله عز وجل، فالظروف الآن هيئت ومهدت، لكن العائق لربما يكون عائقا نفسيا، وذلك بأن الإنسان لا يخلص في دعوته لله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي أن المعركة الكبرى التي نخوضها ليست معركة فقط أن هناك عدو، أو أن هناك من يتربص بأهل الإيمان، أو أن هناك من يعطل مشاريع أهل الإيمان ويعيق حركة أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الحق. هذا الرهان أصبح في حسابات اليوم رهان لا ينبغي للدعاة أن ينظروا إلى نتائجه، لأن القنوات التي أسد أمرها للناس اليوم كثيرة وممهدة، لكن الرهان على القلوب وعلى الإخلاص وعلى البذل وعلى العطاء لهذا الدين، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. لهذا الله عز وجل في آخر السورة قال قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هؤلاء المستبدون الذين يصدون عن دين الله، الله عز وجل من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن هذا الدين محفوظ يحفظه الله سبحانه وتعالى على العباد، فالله عز وجل حافظ دينهم، لكن المراد منه هو تبليغ هذا الدين وتبليغ رسالة الدين للناس. وابتدأت هذه الصورة بالسماء ذات البروج، هنا بيان لقوة الله ولجبروت الله عز وجل، وأن الله عز وجل ناصر أهل الإيمان وأهل التوحيد ومن يريد نشر الخير في البشرية، أن الله عز وجل ناصرهم، سواء بدا لهم هذا النصر أو انكشف لهم هذا النصر في الدنيا، أو أن هذا النصر أجل لهم فكان فوزا كبيرا في الآخرة. فانظر إلى هذا التناسق العجيب في هذه السورة، بدأت بالقوة وختمت بحفظ القرآن، لأن القرآن بيد قوي من بيده السماوات والأرض، من أقام هذه البروج وأقام هذه السماء وأقام هذه الأرض، فهو حافظ دينه. وبينهما هذا جولات الصراع بين الحق والباطل، وأن الله عز وجل يعز أهل الحق والله سبحانه وتعالى يكرمهم، والله عز وجل يوفقهم ويسددهم متى ما أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير دكتور على هذه المعاني التي أتحفتمونا بها،
وإن شاء الله سيكون لنا بإذن الله حلقات أو بودكاست إن شاء الله قادم نكمل به ما بدأناه في هذه السلسلة بإذن الله تعالى، نستلهم منها المعاني الإيمانية التي تحلق بها القلوب بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير.